عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب سنة 5 ابتدائي، تعالوا نقول معلومة في السريع. لما كان بيجي لنا رقم فيه بوينت زي ده، كان في ناس بتتلخبط وتقول ال6 دي في خانة الأحاد، وال7 دي يبقى خانة العشرات، والرقم اللي بعده دوت يبقى خانة المئات. لكن الكلام ده مش صح. طيب ايه الصح؟ ان انا لو عندي رقم وفيه بوينت لازم ابتدي اتحرك من البوينت. لو انا ماشية يمين يبقى دي الاجزاء العشرية. اول رقم فيها اللي بعد البوينت على طول جزء من 10، تاني رقم الجزء من 100، الرقم اللي بعده الجزء من 1000. طيب لو انا ماشية ناحية الشمال يبقى ده العدد الصحيح، اول خانة فيه اسمها الأحاد، والخانة اللي بعدها اسمها العشرات، ولو في غيرها كان هيبقى مئات وهكذا. طيب عندي مثال رقم زي دوت وبيقول لي ال9 دي في خانة ايه؟ طبعا ال9 هنا في اول خانة بعد العلامة العشرية جزء من 10. طيب رقم تاني زي ده وبيقول لي هنا ال5 دي في خانة ايه؟ طبعا هنا ال5 في الأجزاء، تاني رقم بعد البوينت يبقى دي الجزء من 100. آخر رقم عندي دوت ومديني ال6 دي في خانة ايه؟ هلاقي ال6 هنا في خانة الجزء بتاع العدد الصحيح، أول خانة يبقى هي الأحاد. يبقى ملخص الكلام ده كله ان انا عشان ما اتلخبطش اتحرك من البوينت نفسها. لو انا مشيت يمين يبقى بمشي ناحية الاجزاء العشرية وببتدي من بعد البوينت على طول. لو انا مشيت شمال يبقى ده العدد الصحيح وببتدي بعد البوينت على طول. بس كده، واشوفكم في معلومة جديدة. سلام.